ثم بقي الأخير خبيب بن عدي، وكانوا بالأشهر الحرم. قالت قريش ما نقتل الآن، احنا في أشهر الحرم، عقلوه ربطوه ودخلوه في هذا المكان في البيت، وخلوها الأمة تحرسه، يقال لها ماوية عبده، وعندها طفل، وجلست تحرسه وارتاحت له، تعطيه الطعام كل يوم، وتقول إني يعني كلما جئت أعطيه الطعام رفض ما يأكل. ليش؟ قال إنما يطعمني ربي ويسقيني. تقول فجلست راقبه يوم فنظرت يأتيه عنب، ما أدري من يجيبه له، يأتيه عنب من ربه. تقول وكانت مكة ليس فيها عنب، وأنا ما أعطيتها إلا الطعام اللي نعطيه، فكان يأكل أمامي عنبا ويشبع منه. تقول فجلس ينتظر تنتهي الأشهر الحرم عشان يقتلونه. فلما جاء ليلة نهاية الأشهر الحرم قال لها أعطيني موس. قالت له ليش؟ قال أريد أن أحلق رأسي وأن أقلم أظافري وأحلق عانتي وإبطي حتى أتجهز للقاء ربي. تقول فأعطيته الموس، وتقول ولدي كان صغير فخرجت، فلما رجعت ولدي حبه، فجيت لقيته قاعد في حضنه ومعه الموس، وش جاب بالها؟ انه بيذبحه. تقول قلت لا، قال لا لا تخافي فإني من أصحاب محمد، وإن أصحاب محمد لا يفعلون هذا. هذا بريء، ويا ليت يسمع من يدعي اليوم أنه يريد أيضا نصرة للحق والإسلام. الأبرياء ما لهم ذنب، التقتيل والتفجير والقتل العشوائي هذا ليس من الدين، النساء والأطفال هذا ليس من الإسلام. نعم قتلنا خالد الهذلي لأنه أرخان ويريد قتلنا، أما أطفال وأبرياء لا، ديننا أرقى وأعلى من ذلك، لا نقتله. فقالت ماوية فأخذت ولدي فأخذوه إلى التنعيم، ميقات أهل مكة، أي نعم عند مسجد عائشة. تقول فعلقوه في نخلة وصلبوه. وقال أبو سفيان لا تقتلوه مباشرة، اضربوه بالأسهم في أيديه وفي رجليه حتى نعذبه كما عذبونا في أحد وفي بدر. عطوه. يقول وجأتيه الأسهم وهو صابر رضي الله عنه وارضاه. يقول قال أبو سفيان وقف عندها أبو سفيان، قال له أبو سفيان أسألك سؤالا تجيبني فيه بصدق؟ قال أنا صادق في كل أحوالي. وش تبي؟ قال لو أنك خيرت الآن أن نفكك ونعذب محمد مكانك توافق؟ قال والله لو كنت في بيتي والرسول تصيبه شوكة ما كان يهنأ لي بال، وهي شوكة ما هو بعاد في هالمكان. يقول أبو سفيان فضرب رأسه قال يا قوم ما رأيت قوما يحبون صاحبهم كهؤلاء في حبهم لمحمد. هذول ناس مو صاحين، مطانيخ، حبهم لرسولهم شيء عجيب. أيضا مطانيخ ذي مني تحتاج إلى تفسير بعدين. هؤلاء ويخبرهم، وأبو سفيان يناظر. ثم قال له أبو سفيان تمنى، يعني وش تتمنى وش تبغى اطلب؟ قال أتمنى عليك أمرا واحدا بس. قالوا شو؟ قال أن تفك رباطي، الدم يصب في رجوله ويدينه، أريد أتوضأ وأصلي ركعتين فقط. قال أطلقوه. يقولوا فكوه، فجلس يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، ثم كبر وصلى صلاة خفيفة قرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. لما قرأها وسلم وش قال لهم؟ قال والله إني وجدت لذة في صلاتي وكنت أريد أن أطيلها، ولولا أني خشيت أن تقولون يخاف من الموت لما سلمت من الصلاة. أخاف أطول تقولون خواف ما يبغى الموت، لكني اختصرتها، والآن يلا اقتلوني وإني ألقى الله جل وعلا. لما ربطوه بيقتلونه قال اللهم اسمعوا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول أبو سفيان، يقول الصحابة فنزل أبو سفيان أسلم بعدين، هو الذي يروي الحديث، يقول فنزل كل قريش في الأرض عندهم اعتقادين: أول شيء يؤمنون بأن دعاء أصحاب محمد مستجاب خايفين، اثنين يقول لو نزلنا يروح الدعاء من فوقنا ما يصيبنا، يعني يمشي من فوق، كلام بزران. فنزلوا في الأرض ثم قال اللهم إني أشهدك، شوف الصحابي خبيب، اللهم إني أشهدك أني بلغت رسالة رسولك، اللهم يا الله إني أحب أن يبلغه مني السلام قبل أن أموت. في هاللحظة هذه نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن خبيب بن عدي يبلغك السلام وإنه سيقتل الآن. طيب ليش يا جبريل ما أنقذته؟ نزل حتى يخبره، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقدرون فيهم؟ أرسلناهم يعلمونهم القرآن ويعلمونهم الإسلام فيغدر فيهم، وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. في السنة الرابعة في قبيلة من القبائل أيضا، أحد الصحابة بالمناسبة لما أسلم أظن سعيد
وولاه عمر بن الخطاب على الكوفة العراق، يقولون كان يغشى عليه يطيح، يجيه ارتعاش ثم يطيح. قالوا ما بك؟ قال والله إني كنت في ذلك الموطن الذي قتل فيه خبيب بن عدي، وإن الله استجاب دعوته فينا. هذه الرعشة اللي تجيني منه